النهاردة هنعمل مع بعض كيكة برتقان حلوة جدا. هنعملها ببيضتين 2 بس وشوية مكونات موجودين في المطبخ، وهنطلع الكيكة القمر دي. كيكة هشة جدا وطرية عاملة زي النايتي بالظبط، وطعمها كده برتقان في برتقان، وحاجة في منتهى الجمال. هنعملها كمان في اقل من 5 دقايق من غير مضرب كهرباء ومن غير خلاط. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. هنجهز طبق عميق وهنحط فيه بيضتين بحرارة الغرفة، وهزود عليهم ظرف واحد بس من الفانيليا. نقدر كمان نستغنى عن الفانيليا خالص لان احنا لسه هنضيف بشر برتقان، وطبعا بشر البرتقان اللي احنا هنضيفه هيضيع زفارة البيض خالص. وهضيف عليهم كوباية سكر. هقلب البيض والسكر والفانيليا كويس جدا مع بعض 3 أو 4 دقايق لحد ما نوصل لقوام كريمي واللون بتاعهم يبقى فاتح. لو عندنا كمان مضرب كهرباء نقدر نستخدمه. ينفع كمان نحط كل المكونات بتاعتنا في الخلاط ونشغل عليه الخلاط 3 أو 4 دقايق لحد ما نتأكد كده ان كلهم اختلطوا مع بعض كويس. هنحط كل المكونات في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر. دلوقتي هقلب البيض والفانيليا والسكر مع بعض لحد ما نوصل للقوام ده. شايفين القوام بتاعهم عامل ازاي؟ القوام بتاعهم كريمي ولونهم فاتح. بعد كده هضيف عليهم نص كوباية زيت، ولازم نستخدم زيت يكون نوعه كويس ملهوش ريحة، وكمان يكون لونه فاتح عشان طبعا الزيت بيأثر جدا على طعم وريحة الكيك بتاعنا. فلازم نستخدم زيت يكون لونه فاتح وملهوش اي ريحة خالص. هضيف الزيت واقلب المكونات مع بعض مرة تانية كويس جدا. بعد كده هضيف عليهم كوباية من عصير البرتقان. هنعمل عصير برتقان عادي جدا، سواء بقى عملناه في العصارة في الخلاط، اهم حاجة مش هنضيف له اي سكر خالص. بعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من بشر البرتقان. ونبشر البرتقانة بأضيق مكان في المبشرة، ونحاول كمان ما ناخدش للجزء الأصفر لأن الجزء الأبيض بيبقى ممرر. بضيف بقى بشر البرتقان وعصير البرتقان وبقلب المكونات مع بعض كويس جدا. في المرحلة دي بقلب كويس جدا لأن السكر لو مدبش في الأول مع البيض بيدوب في الوقت ده. بعد كده هوقف تقليب وهضيف الدقيق. هنحتاج 2.4 كوباية دقيق فاخر. الدقيق هنضيفه على مرحلتين. في الاول هضيف نص الكميه وهضيف عليها معلقه كبيره من البيكنج باودر بوزن 16 جرام، او هنضيف ظرف من البيكنج باودر وزن 16 جرام. وهنقلب المكونات مع بعض كويس، ولازم نقلب في اتجاه واحد عشان ما نخرجش الهواء اللي بيدخل جوه الكيك. الدقيق كمان لازم يتنخل كويس جدا قبل الاستخدام. هننخله مره او مرتين، لان لما بننخل الدقيق مره او مرتين قبل الاستخدام الهواء بيدخل جوه فراغات الدقيق والكيك بتاعنا بيطلع هش ومرتفع. هنقلب بقى المكونات مع بعض كويس. هنقلب كويس، واول ما المكونات بتختلط مع بعض وكل الدقيق اللي قدامنا ده يختفي هنضيف كمية الدقيق الباقية. هضيف الدقيق واقلب مرة تانية في اتجاه واحد. واحنا بنشتغل في الكيك كده لازم نشغل الفرن عشان يسخن. هنسخنه على درجة حرارة هادية او درجة حرارة 180. ما ينفعش نسخن الفرن على درجة حرارة عالية. اول ما نحط الكيك كده هنلاقي الكيك اخد لون بسرعة وهيكون لسه ناي من جوه. يبقى نسخن الفرن بتاعنا على درجة حرارة هادية او اقل من المتوسط او درجة حرارة 180. هنقلب بقى المكونات مع بعض كويس، واول ما الدقيق بيختفي بنوقف تقليب خالص. كده احنا خلصنا الكيك بتاعنا، ما خدش مني اي وقت خالص. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ القوام هيكون متوسط بالشكل ده، مش تقيل ولا خفيف. هاخد بس الاسباتيولا كده واتاكد ان كل المكونات اختلطت مع بعض كويس. دلوقتي بنجهز صينيه مقاس 22 او 24 او 26، وهنبدا نحط فيها خليط الكيك. الصينيه بتاعتنا هنبطنها كويس جدا بماده دهنيه ودقيق. بعد ما بحط خليط الكيك في الصينيه بناخد الصينيه نخبطها قدامنا خبطتين 3 عشان كل فقاقيع الهواء دي تخرج منها. الفقاقيع دي بتعمل فراغات جوه الكيك وبتخلي شكله مش حلو بعد التسويه. دلوقتي باخدها بدخلها فرن سخن على درجه حراره 180. هحطها في الرف الوسطاني والفرن هيكون شغال من تحت بس. هتاخد معانا تقريبا 45 دقيقه وهنلاقيها استوت. في الاخر خالص هنولع عليها الشوايه عشان تاخد لون دهبي من فوق. مش هنفتح عليها باب الفرن خالص وقت التسويه عشان الكيك ما يهبطش معانا وكمان ما يطلعش معجن من جوه. يبقى هنسويها على درجه حراره 180. الفرن يكون شغال من الاول عشان يسخن، ونسخن كمان الفرن على درجه حراره هاديه او درجه حراره 180. هنحط الكيك في الرف الوسطاني والفرن يكون شغال من تحت بس.
ده شكلها كده بعد التسوية. عايزه اقول لكم بقى ان الريحه بتاعتها بتطلع كده بتقلب البيت كله. الريحه بتاعتها حلوه جدا. الكيكه نفسها طعمها حلو جدا، ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص، وطريه جدا عامله زي النايتي بالظبط، وكمان سكرها مظبوط جدا. جربوها بنفس الطريقه دي وبنفس المكونات وانا متاكده ان هي هتعجبكم. بالنسبه لحجم الكوبايه اللي انا استخدمتها النهارده، استخدمت كوبايه معياريه بحجم 250 مللي. لو الكوبايه مش متوفره عندنا هنستخدم اي كوبايه عصير، بس اهم حاجه نعاير كل المكونات بنفس الكوبايه. هسيب لكم كمان كل المكونات مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبس انا كده خلصت فيديو النهارده، بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.